السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي طلبة سنة تالتة إعدادي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع حصة رقم 2 في حساب المثلثات، وهناخد فيها الدرس الثاني اللي هو النسب المثلثية الأساسية لبعض الزوايا. الدرس ده من الدروس السهلة جدا جدا في المنهج، واللي أفكار مسائله كلها بسيطة، وهناخد فيه 5 أفكار النهاردة، أو هنشتغل النهاردة على 5 محاور أساسية. أولا هنعرف النسب المثلثية للزاويتين 30 درجة و60 درجة، والنسب المثلثية بعدها للزاوية 45 درجة، ودول أصلا اللي احنا هنشتغل عليهم النهاردة. النسب المثلثية الأساسية لبعض الزوايا، هناخد الزاوية 30 والزاوية 60 والزاوية 45، الجا والجتا والظا بتاعتهم جت منين، لأن دول ليهم نسب ثابتة لأي مثلث قائم الزاوية موجودين فيه، فهنعرف جت منين بالظبط، وهنعرف استخداماتها في المسائل المختلفة. وهناخد عليها كده تلخيص هعمله لك يسهل عليك إن أنت تحفظهم، وازاي بعد كده نجيب قياس زاوية لو معايا نسبة مثلثية ليها. يعني مثلا لو معاك جا زاوية بمثلا 5/2، تبقى كده الزاوية دي قياسها قد ايه، هنعرف الكلام ده نجيبه ازاي. وهناخد طبعا على مدار الدرس كله تمارين كتير من الامتحانات. تعالوا نبدأ بسم الله. أولا النسب المثلثية للزاويتين 30 درجة و60 درجة. لو أنا عندي دلوقتي، تعالى كده نفهم جت منين. لو عندي مثلث قائم الزاوية وليكن اسمه المثلث س ص ع، المثلث ده مثلث قائم الزاوية فيه صاد، جميل جدا. وفي زاوية عين مثلا 30 درجة، وزاوية س ب60 درجة. المثلث اللي فيه زاوية 30 وزاوية 60 أخدناه في تانية إعدادي، كان اسمه مثلث ثلاثيني 60. مثلث ثلاثيني إيه؟ 60. كان في قاعدة عليه بتقول لك إن المثلث الثلاثيني الستيني الضلع المقابل للزاوية 30 درجة بيساوي نص الوتر. فعندك الزاوية 30 الضلع المقابل ليها اللي هي بتبص عليه الضلع س ص ده بيساوي نص الوتر اللي اسمه س ع. فأنا مثلا من عندي، لو فرضت إن س ع ده طوله وليكن 2 سنتيمتر، لو هو طوله 2، مش كده يبقى الضلع اللي قصاد الزاوية 30 نص الوتر، يعني كده يبقى س ص ده بواحد سنتيمتر. طيب جميل جدا. طب مش أنا كده من خلال نظرية فيثاغورس أعرف أجيب الضلع اللي اسمه ص ع؟ عندك الضلع ص ع ده ضلع قائمة، فهقول له إن الضلع اللي اسمه ص ع بيساوي الجذر التربيعي ل2 تربيع ناقص 1 تربيع، الوتر تربيع ناقص الضلع الآخر تربيع، تطلع لك على الآلة بتساوي جذر 3. فكده يبقى ص ع بيساوي جذر 3 سنتيمتر. جميل جدا، مفيهاش أي مشكلة. طب أنا كده من خلال المعلومة اللي أنا عرفتها إن المثلث الثلاثيني الستيني ضلع المقابل للزاوية 30 بيساوي نص الوتر، قدرت أفرض من عندي أطوال للأضلاع بتاعة المثلث ده، وبناء عليه أعرف أجيب له جا أو جتا أو ظا لأي زاوية حادة موجودة فيه. فمثلا لو هبدأ بالزاوية 30 درجة، هي الجا 30 بتساوي إيه والجتا والظا؟ دلوقتي إحنا عارفين خلاص إن الجا بتساوي المقابل على الوتر، فالزاوية 30 الضلع المقابل ليها بواحد، والوتر اللي هو س ع جبناه ب2 سنتيمتر، يبقى الجا 30 بتساوي نص. طب تعالى نشوف الجتا 30. عندك هتلاقي الجتا 30 قلنا الجتا بتساوي المجاور على الوتر. مين المجاور اللي لازق في الزاوية اللي اسمها عين ورايح للقائمة؟ يبقى الضلع المجاور اللي هو ص ع بجذر 3 والوتر ب2، تبقى جذر 3 على 2. طب الظا 30، الظا قلنا بتساوي المقابل على المجاور، الزاوية 30 مقابلها 1 والمجاور ليها بجذر 3. كده جبت له جا وجتا وظا للزاوية 30 درجة. تعالى نعمل نفس الكلام ده للزاوية 60 درجة ونشوف كده ملحوظة مهمة. عندك الزاوية اللي اسمها 60 درجة اللي هي زاوية س دي، عايز اجيب لها جا المقابل على الوتر. المقابل الضلع اللي هي بتبص عليه اللي هو ص ع بجذر 3 والوتر ب2 سنتيمتر. طب والجتا الضلع المجاور اللي لازق فيها اللي هو الواحد والوتر ب2. طب والظا قلنا المقابل عن المجاور اللي هي جذر 3 المقابل والمجاور 1، فجذر 3 على 1 هتساوي جذر 3. فاكر الدرس اللي فات لما قلت لك معلومة إن أي زاويتين متتامتين بتبقى جا الأولى تساوي جتا التانية؟ طب ما هو الكلام ده باين قدامنا أهو. بص كده معايا، أنا عندي دلوقتي الجا 30 بنص. طيب بص كده على الجاتا 60 برضو بنص. ليه؟ عشان الزاويتين 30 و60 زاويتين متتامتين مجموعهم 90 درجة، فبيبقى جا الأولى يساوي جاتا التانية. ونفس الكلام بالنسبة للجاتا 30 والجا 60 بيساوي بعض، بيساوي جذر 3 على 2. ونفس الكلام فاكرين لما قلت لك إن ظا الأولى في ظا التانية تساوي موجب واحد؟ لما اضرب ظا الاولى في ظا الثانيه الزاويتين مجموعهم 90 درجه، ضرب الظا الاولى في ظا الثانيه بيساوي واحد صحيح.
لو انت جربت تضرب الظا 30 اللي هي بواحد على جذر 3 في الظا 60 اللي هي جذر 3 على واحد، هتلاقي الناتج النهائي بتاعها واحد صحيح، لأن الظا الأولى بيساوي مقلوب الظا التانية، يعني دي واحد على جذر 3 إنما دي جذر 3 على واحد، مقلوبين لبعض. طب احنا كده عرفنا النسب المثلثية للزاويتين 30 و60. تعال نشوف للزاوية 45. بالنسبة للزاوية 45 يلا بقى شغل دماغك معايا في المثلث قائم الزاوية وركز كده معايا. عندي أ ب ج مثلث قائم الزاوية في ب، وعندي زاوية من الزاويتين مثلا زاوية أ 45 درجة. لو انت لقيت زاوية أ 45 درجة تعرف تجيب زاوية ج، لأن هي هتبقى عبارة عن 180 ناقص الزاويتين الباقيين اللي معاك اللي هم 90 و45. لو حسبتها تطلع لك هي كمان 45 درجة، وبالتالي لو عندي مثلث قائم الزاوية وإحدى زواياه لحد 45 درجة هتبقى الزاوية التانية هي كمان 45 درجة. طبعا المثلث اللي فيه زاويتين قد بعض كل واحدة ب45 أو أيا كان قياس كل واحدة فيهم كام، فلو في عندك زاويتين قد بعض بيبقى المثلث ده اسمه مثلث متساوي الساقين، والمثلث ده فيه الضلع اللي اسمه ب أ بيساوي الضلع اللي اسمه ب ج. طب ليه؟ ركز معايا كده. زاوية أ وزاوية ج قد بعض، بوصل زاوية أ وبوصل زاوية ج بالحرف اللي ناقص في المثلث. مثلث أ ب ج لما اوصل أ واوصل ج هوصلهم بالناقص اللي هو ب، يبقى معاك الضلع أ ب والضلع ج ب، هم دول كده الضلعين المتساويين في المثلث المتساوي الساقين. يبقى انا عندي طالما زاويه أ قد زاويه ج اقدر كده اقول ان الضلع أ ب قد الضلع ب ج، مثلث متساوي الساقين. طب لو انا فرضت من عندي مثلا ان أ ب ده طوله 1 سم، فب ج هو كمان ب1 سم عشان هم قد بعض، فعندك الضلعين بتوع القائمه تعرف تجيب الوتر بكل سهوله. من فيثاغورس هتلاقي الوتر اللي هو أ ج بيساوي الجذر التربيعي لواحد تربيع زائد واحد تربيع على الآلة هتقول لك بيساوي جذر 2، يبقى كده أ ج بيساوي جذر 2 سنتيمتر. طيب تعالى نجيب جا ونجيب جتا ونجيب ظا للزاوية 45 درجة. هي الجا بتساوي ايه؟ الجا بتساوي المقابل على الوتر، فعندك مثلا هنا الزاوية 45 اللي هي أ مثلا المقابل بواحد والوتر بجذر 2، يبقى واحد على جذر 2. طب تعالى نشوف الجتا ونشتغل برضو على زاوية أ. الجتا بتساوي المجاور على الوتر، يبقى المجاور واحد على الوتر اللي هو جذر 2. طب تعالى نشوف الظا بتساوي المقابل على المجاور، زاوية أ مثلا فالمقابل ليها بواحد والمجاور برضو بواحد، فتبقى واحد على واحد تساوي واحد. طيب خد بالك هنا من اللي أنا هقوله لك ده. أنت عندك الجا 45 بواحد على جذر 2 والجاتا 45 برضو بواحد على جذر 2. طب عارف الكلام ده ليه؟ عشان أنا قلت لك الجا بتساوي الجاتا لو الزاويتين مجموعهم 90 درجة. طب ما هو فعلا 45 زائد 45 تساوي 90. إذا الزاوية الوحيدة اللي الجا قد الجتا بتاعتها هي الزاوية 45 درجة. هتلاقي الجا 45 قد الجتا 45 وبتساوي واحد على جذر 2، وهتلاقي الظا 45 بتساوي موجب واحد. الكلام ده كله اتفقنا ان احنا هنحتاجه في مسائل، وهنحتاج ان احنا نكون حافظينه. محتاجين نحفظ الجا والجتا والظا للزاوية 30 و60 و45، يا اما نحفظهم يا اما نستخدم الآلة، بس في حاجات بتيجي في الآلة ايه بشكل احنا مش عاوزينه. طب تعالى كده دلوقتي هديلك تلخيص للكلام ده، او مش تلخيص بقى، اعمل لك الكلام ده في جدول يخليك سهل ان انت تحفظه. فمثلا ركز معايا كده، انا عندي دلوقتي الزوايا كام زاوية؟ 3 زوايا خاصة. الزوايا الخاصة اللي احنا بندرسها الزاوية 30 درجة والزاوية 60 درجة والزاوية 45 درجة. الجدول ده لو انت عملته وكتبته 3 4 مرات ورايا هتلاقي نفسك حفظتهم خلاص مش هتنساهم ابدا. طيب الزاوية 30 اكتبها الأول، بعد كده الزاوية 60 وفي الآخر الزاوية 45. دي الزوايا اللي معاك، وتحتهم أنا عايز أجيب الجا وأجيب الجتا وأجيب الظا للزوايا. بص كده أنا بعملها إزاي؟ أنا هقول لك على طريقة في الحفظ. طيب عندك هنا ببدأ بالقطر ده كده، شايف القطر ده ببدأ بيه، بقوم كاتب إيه؟ بكتب هنا نص وهنا برضو نص ونص ونص يدي لك واحد، لأن الجا 30 بنص والجتا 60 بنص والظا 45 بواحد، فسهلة كده نص نص واحد. بعد كده مش احنا لقينا الجتا 30 والجا 60 بيساوي جذر 3 على 2، يبقى دي جذر 3 على 2 ودي برضو جذر 3 على 2. طب بعد كده عايز اجيب الظا للزاوية 30 والزاوية 60. بكل بساطة عشان تجيب الظا اقسم البسط بتاع الجا
على البسط بتاع الجتا. هنا تبقى 1 على جذر 3، وبالنسبة للزاوية 60 تبقى جذر 3 على 1. يبقى معاك هنا 1 على جذر 3، وهنا جذر 3 على 1 تساوي جذر 3. ما فاضلش غير الزاوية 45. ما اظنش ان انت هتنساها لو انت فهمتها كويس. الزاوية 45 قلنا الجا قد الجتا وبتساوي 1 على جذر 2. فكده بكل بساطة تحفظها بالطريقة دي هتلاقيها سهلة معاك. ابدأ بالقطر ده كده، هتقول لي نص نص 1. بعد كده هتمسك الجزئية دي جذر 3 على 2 وجذر 3 على 2، وهتجيب الظاهر الزاوية 30 والزاوية 45، بتقسم بسط الجا على بسط الجتا، بسط الجا على بسط الجتا. طب بعد كده عندك هنا 45 يعني بتتحفظ بسهولة جدا، انت اصلا زمانك حفظتها خلاص. 1 على جذر 2 و1 على جذر 2. طيب بالنسبة دلوقتي لأفكار المسائل، أنا عندي 4 أنواع من المسائل في الدرس ده. مسائل اوجد قيمة بدون استخدام الآلة الحاسبة، يقول لك اوجد قيمة كذا. ومسائل إثباتات يقول لك بدون استخدام الآلة الحاسبة اثبت كذا. ومسائل يقول لك عاوز قيمة س، وس دي بتبقى يا إما عدد يا إما زاوية. ومسائل بقى أفكارها متنوعة، أفكار رسومات والكلام ده كله. تعال ناخد أفكار المسائل دي كده واحدة واحدة. أول سؤال بيقول لي بدون استخدام الآلة الحاسبة اوجد قيمة المقدار ده. فأنا باجي في الحل بقول له المقدار يساوي، وابدأ المقدار اللي قدامي ده حاجة حاجة منهم أجيبها. فأنا عندي 4 جتا 30، أدي 4 في الجتا 30 بكام؟ المفروض أنت تكون حافظ بقى إن الجتا 30 بتساوي جذر 3 على 2. واحد يقول لي يا مستر أنا عمال بتلخبط فيه. تعالى في الورقة بتاعت الإجابة بتاعتك بتاعت الامتحان في آخر صفحة ورا كده اكتب مسودة واعمل الجدول كده زي ما أنا معلمتك. هتلاقي الموضوع بقى سهل معاك وتقدر ترجع له في أي وقت. طب خايف لا تكون مش حافظ الجدول كويس مثلا أو تتلخبط فيه، تقدر تستخدم الآلة الحاسبة بس بحذر. بحذر إزاي؟ زي ما هوريك كمان شوية. تعالى بس الأول نحل المسألة دي على المفروض على الحفظ اللي احنا نحفظه. احنا قلنا إن الجاتا 30 بتساوي جذر 3 على 2 في الجا 60. الجا 60 بتساوي برضو جذر 3 على 2. بعد كده في ناقص ظا 60. الظا 60 بتساوي كام؟ اللي فاكر ظا 60 بتساوي جذر 3. طب والظا 30؟ طبعا ظا 60 ظا 30 يعني مضروبين في بعض. ظا 30 بتساوي 1 على جذر 3. بعد كده زائد 2 جا 30، 2 مضروبة في الجا 30 اللي هي بنص. تعال نشوف قيمة المقدار ده تطلع بكام. تمسك الضرب كله الأول تخلص منه، فأنت هتيجي هتضرب 4 في جذر 3 على 2 في جذر 3 على 2 اللي قبل علامة الناقص. عندك اللي قبل علامة الناقص ده هيطلع لك بيساوي 3. بعد كده تكتب له الناقص أهو. عندك هنا جذر 3 في 1 على جذر 3، تمسك الضرب ده هيدي لك بواحد. بعد كده تقول له زائد عندك 2 في نص الأخيرة دي، تحسب الضرب ده 2 في نص هيقول لك بواحد. تبقى 3 ناقص 1 2، 2 زائد 1 يساوي 3. المقدار ده بدون استخدام الآلة الحاسبة طلع معايا ب3. طيب تعال نشوف المسألة اللي تحتها. برضه بيقول لي بدون استخدام الآلة الحاسبة اوجد قيمة جتا تربيع 45. جا تربيع 45 ناقص جا 45 جتا 45. واحدة واحدة. ادي المقدار، بقول له كده في الحل المقدار يساوي الجتا تربيع، قلنا تربيع يبقى قوس تربيع. الجتا تربيع 45، ال 45 الجا قد الجتا، وقلنا الجا قد الجتا وبتساوي كام؟ بتساوي 1 على جذر 2. يبقى 1 على جذر 2 لكل تربيع مضروبة في جا تربيع 45، ادي قوس تربيع والجا 45 بواحد على جذر 2 ناقص جا 45 جتا 45 يعني 1 على جذر 2 مضروبة في 1 على جذر 2، لأن الجا 45 بواحد على جذر 2 وجتا 45 برضو بواحد على جذر 2. نبدأ نحسب مع بعض. 1 على جذر 2 تربيع تدي لك نص في 1 على جذر 2 تربيع برضو بنص ناقص 1 على جذر 2 في 1 على جذر 2 تدي لك بنص. في أي مشكلة كده في الكلام ده؟ معاك بعد كده نبدأ نضرب نص في نص بربع ناقص النص، ربع ناقص نص يدي لك سالب نص. يبقى الكلام ده في الآخر يطلع بسالب نص. طبعا أنت ممكن تحلها بالآلة الحاسبة، يعني إن أنت تجيب الناتج النهائي ده كده عادي بالآلة الحاسبة. بعد ما أنت ما وصلت للكلام ده عايز ما تحسبش الخطوة دي وتخش على طول على الآلة الحاسبة وتجيب السالب نص، مفيش أي مشكلة. طب تعالى نشوف المثال الثالث، وتعالى مع بعض هنستخدم فيه الآلة الحاسبة عشان أعرفك لو عايز تحسبها بالآلة الحاسبة تعمل إيه. أنا هاجي هقول له المقدار يساوي، عندك الجا 45 هتعمل إيه؟ هنجيب الآلة الحاسبة. أدي الآلة الحاسبة معايا أهي. هو بيقول لي دلوقتي عاوز الجا 45 جتا 45. على الآلة الجا
اسمها ايه؟ الجا على الآلة اسمها ساين، والجتا اسمها كوزاين، والظا اسمها تان. هما 3 زراير تحت بعض اهو. تعالى كده اعلم لك عليهم. عندك هنا ساين وكوزاين وتان، شايف دول 3 زراير دول عندك؟ هما دول بالترتيب من الشمال لليمين، دي الجا ودي الجتا ودي الظا. هما دول ساين وكوزاين وتان، دول دي جا ودي جتا ودي ظا، دي الجا ودي جتا ودي ظا اللي هما ساين وكوزاين وتان. انا دلوقتي معايا الزاويه اللي هي 45 درجه، عايز اعرف دلوقتي الجا والجتا والظا بتوعها. فبكل بساطه همسك الاله الحاسبه، اجيب الجا ادوس له ساين، واكتب له الزاويه اللي هي ماكش انت الكلام ده مش هيجيلك ساين الجا زاويه 45، واقفل القوس. بص كده كاتبها لك جذر 2 على 2. مش احنا قايلين ان الجا بتساوي 1 على جذر 2؟ ما هي 1 على جذر 2 هي جذر 2 على 2. يبقى المقدار ده بيساوي، كتبت له جذر 2 على 2 ماشي، بس يفضل تكتبها له 1 على جذر 2. الآلة عارف ليه بتكتب لك جذر 2 على 2؟ فاكر في تانية اعدادي لما اخدت القوانين بتاعة الجذور، وساعتها عرفت ان ما ينفعش يبقى فيه في المقام جذر؟ فعندك الواحد على جذر 2 دي اصلا لو انت جيت ضربت البسط والمقام بتوعها في جذر 2 هتطلع لك في الاخر بتساوي جذر 2 على 2. فهي عشان كده الواحد على جذر 2 بتساوي جذر 2 على 2. فانت خدها قاعدة، لما تيجي الآلة تطلع لك جذر عدد على العدد، انت هتكتبها ايه في السؤال؟ 1 على جذر العدد. فجذر 2 على 2 تساوي 1 على جذر 2. ممكن الآلة تطلعها لك جذر 3 على 3، تطلعها لك امتى كده؟ تطلعها لك في الظا 30. لا تقول لك جذر 3 على 3 اهو. لو جيت تجرب وتكتب ظا اللي هي تان 30 وتقفل القوس تكتبها لك جذر 3 على 3 اللي هي 1 على جذر 3. فانت تبقى عارف ان الجا والجتا للزاويه 45 الآلة تكتبهم لك جذر 2 على 2 اللي معناها 1 على جذر 2. وكذلك الظا 30 الآلة تكتبها لك جذر 3 على 3 اللي معناها 1 على جذر 3. طيب انا خلاص جبت الجا او الفي. عندك الجاتا 45 برضو على الآلة كوزاين 45 واقفل القوس تطلع لك جذر 2 على 2 اللي هي 1 على جذر 2، زائد الجا 30 اللي هي ساين 30 تقفل القوس تطلع لك بنص، في الجاتا 60 اهي كوزاين 60 لو انت يعني هتحل بالآلة الحاسبة برضو بنص، ناقص جاتا تربيع ادي قوس تربيع. عندك الجاتا 30 بكام؟ ادي الكوزاين 30 بجذر 3 على 2. بعد كده اشتغل الضرب الاول، 1 على جذر 2 في 1 على جذر 2 بنص، زائد نص في نص بربع، ناقص جذر 3 على 2 الكل تربيع تقول لك ب3 على 4. نص زائد ربع 3 ارباع ناقص 3 ارباع هتدي لك في الاخر صفر. مسألة جميلة جدا. تعال نشوف اخر واحدة معانا. ادي هقول له المقدار يساوي واشد الشرطة بتاعة الكسر على كده نروقها شوية. ماشي. انا عندي جاتا تربيع 60 ادي قوس تربيع. عندك الجاتا 60 بكام؟ بنص. طب زائد جاتا تربيع 30، هي الجاتا تربيع 30 بكام؟ الجاتا 30 اصلا بتساوي جذر 3 على 2 وهي تربيع يبقى جوه قوس تربيع. بعد كده هقول له زائد عندك ظا تربيع 45، الظا 45 بواحد فظا تربيع تبقى 1 تربيع على الجا 60 اللي هي جذر 3 على 2 في عشان ما فيش بينهم زائد او ناقص ظا 60 اللي هي بجذر 3 زائد جا 30 اللي هي بنص. واحدة واحدة كده نحسب البسط لوحده واحسب المقام لوحده. عندك في البسط نص تربيع بربع زائد جذر 3 على 2 تربيع ب3 على 4 زائد 1 تربيع بواحد، وعندك تحت جذر 3 على 2 لما تضربها في جذر 3 هتدي لك 3 على 2 وادي زائد النص. 3 على 2 زائد نص تحت اللي هي جذر 3 على 2 في جذر 3 ب3 على 2 والنص اهو نزلناه. احسب البسط لوحده، ربع زائد 3 ارباع بواحد زائد واحد ب2 وتحت 3 على 2 يعني 3 انصاص زائد نص برضه ب2 2 على 2 تدينا 1. فمسائل بدون استخدام الآلة الحاسبة مسائل بسيطة جدا جدا جدا. تعال خد مسألتين انت حلهم 2 درجة. فانا دلوقتي لو عندي مسألتين دول حلهم لوحدك، وقف الفيديو حلهم بعد كده شغل فيديو شوف الحل بتاعهم. الفكرة اللي بعد كده معانا في مسائل النهاردة هي مسائل الإثباتات.
يجي يقول لي اثبت ان مثلا اول سؤال جتا 60 بتساوي جتا تربيع 30 ناقص جتا تربيع 30. طب انا بعمل ايه في مسائل الاثباتات؟ انا بمسك علامه اليساوي اللي قبلها بسميه الطرف الايمن واللي بعدها الطرف الايسر، ببدا احسب الطرف الايمن لوحده والطرف الايسر لوحده، بوصل في الاخر ان هم قد بعض، فبقول له ينتج ان الطرفين متساويين زي ما هنشوف قدامنا كده. اول حاجه في مسائل الاثبات دي هقول له الطرف الأيمن يساوي، عندك الطرف الأيمن مكتوب فيه جتا 60، الجتا 60 بتساوي نص، جبت الطرف الأيمن قيمته نص سميه واحد، اعمل عليه سهم كده وسميه واحد. بعد كده نبدأ نشوف الطرف الأيسر، ادي الطرف الأيسر يساوي جتا تربيع 30، يبقى معاك قوس تربيع، الجتا 30 بتساوي جذر 3 على 2 ناقص جا تربيع 30، ادي قوس تربيع والجا تربيع 30 بنص، الجا 30 يعني بنص، فمعاك جذر 3 على 2 الكل تربيع تدينا 3 على 4 ناقص النص تربيع بربع، 3 ارباع ناقص ربع يدينا ربعين اللي هي نص، وتسمي دي رقم 2، اعمل عليها سهم وسميها رقم 2. بعد كده هتقول له من 1 و2 ينتج أن الطرفان متساوية. أفكار مسائل الإثباتات دي بسيطة جدا جدا، مسكت الطرف الأيمن جبت قيمته، الطرف الأيسر جبت قيمته، شكرا. تعال نشوف المسألة اللي بعدها، عاوز نثبت له إن ظا تربيع 60 ناقص ظا تربيع 45 تساوي جا تربيع 60 زائد جتا تربيع 60 زائد 2 جا 30. برضه همسك أول حاجة الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيمن ظا تربيع 60، آدي قوس تربيع، الظا 60 بتساوي كام؟ جذر 3 ناقص ظا تربيع 45، ادي قوس تربيع والظا 45 بواحد، مع الجذر 3 تربيع ب3، 3 ناقص 1 تساوي 2، يبقى الطرف الأيمن بيساوي 2، اعمل سهم وسمي دي أول حاجة. بعد كده هبدأ أشتغل على الطرف الأيسر، ادي الطرف الأيسر يساوي جا تربيع 60، الجا 60 بجذر 3 على 2، قال لي تربيع يبقى حطيتها جوه قوس تربيع، زائد جتا تربيع 60، الجتا 60 بنص بس هو عاوزها تربيع، زائد 2 جا 30 يبقى 2 في جا 30 اللي هي نص، وابدا احسب بالراحه، جذر 3 على 2 التربيع بتاعها يديني 3 على 4، والنص تربيعها يدينا ربع، و2 في نص بواحد، 3 ارباع زائد ربع بواحد، واحد زائد واحد يساوي 2 واسمي دي رقم 2. معايا الطرف الأيمن قيمته النهائية ب2 والطرف الأيسر برضو قيمته ب2، ودي سميتها 1 ودي سميتها 2، هقول له من 1 اللي هو أول نتيجة ظهرت معايا إن قيمة الطرف الأيمن تساوي 2، و2 تاني نتيجة ظهرت معايا اللي هي الطرف الأيسر هو كمان بيساوي 2، بينتج أن الطرفان متساويان. نفس الكلام نعمل في المسألتين دول رقم 3 ورقم 4. هنا بيقول لي عاوز نثبت له ان جا تربيع 60 زائد جا تربيع 30 يساوي جتا تربيع 30 زائد جتا تربيع 60، امسك الطرف الايمن لوحده، ادي الطرف الايمن يساوي جا تربيع 60 يبقى قوس تربيع جوه الجا 60 اللي هي جذر 3 على 2، زائد جا تربيع 30 ادي قوس تربيع جوه الجا تربيع 30 الجا 30 اللي هي نص، عندك جذر 3 على 2 تربيع ب3 ارباع زائد نص تربيع بربع، 3 ارباع زائد ربع يدينا 1 صحيح وسمي دي رقم 1. بعد كده همسك الطرف الأيسر، الطرف الأيسر جتا تربيع 30 اللي هي جذر 3 على 2 واربعها، زائد جتا تربيع 60 اللي هي نص واربعها، هي أصلا هيدي لك 1 واسميها رقم 2، وهقول له من 1 و2 ينتج أن الطرفان متساوية. نفس الكلام هنا، عاوز نثبت له ان هنا قوسين مضروبين في بعض، جا 60 ناقص جتا 60 مضروبة في جا 60 زائد جتا 60 يساوي نص، فانا همسك له الطرف الايمن، ادي الطرف الايمن يساوي، ادي قوس مضروب في قوس، وهنشوف بيساوي ايه. اول قوس جواه جا 60 ناقص جتا 60، عندنا الجا 60 بجذر 3 على 2 ناقص الجتا 60 اللي هي نص. طب تاني قوس جواه جا 60 بكام؟ جا 60 بجذر 3 على 2 زائد جتا 60 اللي هي نص. تقدر ان انت تجمع مثلا دول وتجمع دول على الآلة وتضرب، او تكتب القوسين دول على الآلة والآلة تضربهم لك على طول. باختصار كده تعالى افكرك بحاجة، انت عندك القوسين دول شبه بعض بالظبط، الفرق الوحيد في الإشارة اللي في النص، فلو الفرق الوحيد في الإشارة اللي في النص وعندك الطرف الأيمن
او اسف بقى كده الحد الاول اللي هو جذر 3 على 2، وفي القوس التاني برضو الحد الاول جذر 3 على 2، والحد التاني هنا نص وهنا نص. الفرق الوحيد في الاشاره اللي في النص دول بيبقى حدين، مره بالجمع ومره بالطرح. ده اساسا التحليله بتاعه الفرق بين مربعين. فكان المقدار ده في سنه اولى اعدادي يقول لك لو انا عايز اضرب مجموع حدين في الفرق بينهم، حاجتين شبه بعض، عايز اضرب مجموعهم في طرحهم، كنت بقول الاول في الاول ناقص التاني في التاني على طول. يعني كنت انت هتعمل الاول في الاول جذر 3 على 2 تضربها في جذر 3 على 2 ناقص التاني في التاني اللي هو نص في نص. فده لو عملتها بالقاعده دي، جذر 3 على 2 في جذر 3 على 2 ب 3 على 4 ناقص التاني في التاني نص في نص بربع. فعندك 3/4 ناقص ربع هيساوي نص. ايه ده؟ مش هو عايزك تثبت اصلا ان الكلام ده بيساوي نص؟ وصلت لنص وهو ده الطرف الايسر. ده بيساوي نص، بيساوي الطرف الايسر. فكر مسائل الاثباتات لذيذه جدا. خد مسألتين انت حلهم، خد المسألتين دول كده شغل دماغك فيهم، حل المسألتين. المسائل اللي بعد كده معايا في الدرس ده مسائل اوجد قيمة س، وهفرق بينها لأن المسائل دي في منها نوعين. أول نوع بتكون السين دي يعني عدد عادي جدا، ممكن يكون عدد أو كسر. وتاني نوع بتبقى السين دي عبارة عن زاوية. فمثلا هنا بيقول لي اوجد قيمة س في كل مما يأتي، وأول واحدة معايا بيقول لي س جتا 30 جا 60 بتساوي ذ تربيع 60. هنا معاك س وجنبها جتا 30 جا 60، فعندك السين مضروبة فيهم. فهنا السين مفيش جاء، ما يعني مفيش قبل السين دي جاء أو جتا أو ظا، فدي مش زاوية، دي كده عدد. طب بص كده في السؤال رقم 3 بيقول لك ظا س، ظا س تساوي 4 جتا 60 جا 30. هنا بقى الظا س السين ده عبارة عن زاوية، فالزاوية ليها طريقة في الحل، ولو كانت حاجة عادية ليها طريقة في الحل. تعالى نشوف الاتنين دلوقتي ونعرف الكلام ده كله. عندي هنا أول مسألة بيقول لي س جتا 30 جا 60 يساوي ذ تربيع 60. تعالى كده نشوف أول مسألة دي أحلها إزاي. بكل بساطة الحاجة اللي أنت عارف قيمتها تكتبها. فأنت السين ما نعرفهاش، سبتها زي ما هي. جتا 30، الجتا 30 بجذر 3 على 2 ودول مضروبين في بعض عشان مفيش بينهم زائد أو ناقص. ما هي س جتا يعني مضروبة فيها. بعد كده هقول له في الجا 60 برضو بجذر 3 على 2 تساوي ذ تربيع 60. الذ 60 بتساوي جذر 3 وهي عايزها تربيع. بعد كده بقت معاك س مضروبة في مين؟ اضرب الحاجتين دول في بعض، جذر 3 على 2 في جذر 3 على 2 تدينا 3 على 4 تساوي جذر 3 الكل تربيع هتدينا 3. عدد ضربناه في 3/4 الناتج كان 3. عاوز اعرف العدد ده ايه؟ بكل بساطة بعمل عكس العملية. مش هو هنا مضروب في 3/4؟ اودي دي الناحية التانية بعكس العملية، عكس الضرب القسمة. يبقى هقول له س تساوي 3 على 3/4، 3 على 4. فعندك 3 على 3/4 تحسبها على الآلة تقول لك بتساوي 4. يبقى أنا جبت في أول مسألة السين بتساوي 4. أفكارها بسيطة جدا. طب تعالى كده نشوف المسألة التانية بتقول لي إيه. تاني مسألة بيقول لي أنا معايا 4 س تساوي مين؟ جتا تربيع 30 ذ تربيع 30 ذ تربيع 45. بكل بساطة جتا تربيع 30 ادي جذر 3 على 2 اللي هي جتا 30 تربيع مضروبة في مين؟ في ذ تربيع 30 اللي هي 1 على جذر 3 وبرضو تربيع مضروبة في مين؟ في ذ 45 وبس متربعة، يبقى 1 تربيع لأن الذ 45 بواحد. يبقى أنا معايا كده الأربعة س تساوي جذر 3 على 2 تربيع ب3/4 مضروبة في 1 على جذر 3 تربيع اللي هي 1 على 3 مضروبة في 1. عندك 3 تروح مع التلاتة يبقى الكلام ده في الآخر يساوي ربع. معانا الأربعة س تساوي 1 على 4. طب هنعمل إيه؟ وركز بقى عشان في ناس بتتلخبط في المسألة دي. مش أنت عاوز س لوحدها فبتقسم على اللي جنبها؟ يبقى أنا عشان أجيب دي معادلة بحلها عادي. الأربعة س عشان أجيب س لوحدها أقسم على الأربعة. هنا نقسم على الأربعة وهنا الربع هنقسمه على الأربعة. 4 تروح مع الأربعة تبقى السين بتساوي ربع على 4 على الآلة تديلك 1 على 16. فكده قدرت أوصل للسين بتساوي 1 على 16 بكل سهولة. في المسألتين اللي قدامي دول السين معايا كانت عبارة عن إيه؟ السين هنا كانت عبارة عن عدد. السين مفيش قبلها جاء أو جتا أو ظا. طب افرض السين قبلها جاء أو جتا أو ظا وأنا عاوز أعرف قيمة السين دي. ده اللي إحنا هنعرفه في النوع ده من المسائل. بس قبل ما أقولك عليه تعالى الأول أديك معلومة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة سنة تالتة إعدادي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع حصة رقم 2 في حساب المثلثات، وهناخد فيها الدرس الثاني اللي هو النسب المثلثية الأساسية لبعض الزوايا. الدرس ده من الدروس السهلة جدا جدا في المنهج، واللي أفكار مسائله كلها بسيطة، وهناخد فيه 5 أفكار النهاردة، أو هنشتغل النهاردة على 5 محاور أساسية. أولا هنعرف النسب المثلثية للزاويتين 30 درجة و60 درجة، والنسب المثلثية بعدها للزاوية 45 درجة، ودول أصلا اللي احنا هنشتغل عليهم النهاردة. النسب المثلثية الأساسية لبعض الزوايا، هناخد الزاوية 30 والزاوية 60 والزاوية 45، الجا والجتا والظا بتاعتهم جت منين، لأن دول ليهم نسب ثابتة لأي مثلث قائم الزاوية موجودين فيه، فهنعرف جت منين بالظبط، وهنعرف استخداماتها في المسائل المختلفة. وهناخد عليها كده تلخيص هعمله لك يسهل عليك إن أنت تحفظهم، وازاي بعد كده نجيب قياس زاوية لو معايا نسبة مثلثية ليها. يعني مثلا لو معاك جا زاوية بمثلا 5/2، تبقى كده الزاوية دي قياسها قد ايه، هنعرف الكلام ده نجيبه ازاي. وهناخد طبعا على مدار الدرس كله تمارين كتير من الامتحانات. تعالوا نبدأ بسم الله، يلا. اولا النسب المثلثية للزاويتين 30 درجة و60 درجة. لو انا عندي دلوقتي، تعالى كده نفهم جت منين. لو عندي مثلث قائم الزاوية وليكن اسمه المثلث س ص ع، المثلث ده مثلث قائم الزاوية فيه صاد، جميل جدا. وفي زاوية عين مثلا 30 درجة، وزاوية س ب60 درجة. المثلث اللي فيه زاوية 30 وزاوية 60 أخدناه في تانية إعدادي، كان اسمه مثلث ثلاثيني 60. مثلث ثلاثيني إيه؟ 60. كان في قاعدة عليه بتقول لك إن المثلث الثلاثيني الستيني الضلع المقابل للزاوية 30 درجة بيساوي نص الوتر. فعندك الزاوية 30 الضلع المقابل ليها اللي هي بتبص عليه الضلع س ص ده بيساوي نص الوتر اللي اسمه س ع. فأنا مثلا من عندي لو فرضت إن س ع ده طوله وليكن 2 سنتيمتر، لو هو طوله 2، مش كده يبقى الضلع اللي قصاد الزاوية 30 نص الوتر، يعني كده يبقى س ص ده ب1 سنتيمتر. طيب جميل جدا. طب مش أنا كده من خلال نظرية فيثاغورس أعرف أجيب الضلع اللي اسمه ص ع؟ عندك الضلع ص ع ده ضلع قائمة، فهقول له إن الضلع اللي اسمه ص ع بيساوي الجذر التربيعي ل2 تربيع ناقص 1 تربيع، الوتر تربيع ناقص الضلع الآخر تربيع، تطلع لك على الآلة بتساوي جذر 3. فكده يبقى ص ع بيساوي جذر 3 سنتيمتر. جميل جدا، مفيهاش أي مشكلة. طب أنا كده من خلال المعلومة اللي أنا عرفتها إن المثلث الثلاثيني الستيني ضلع المقابل للزاوية 30 بيساوي نص الوتر، قدرت أفرض من عندي أطوال للأضلاع بتاعة المثلث ده، وبناء عليه أعرف أجيب له جا أو جتا أو ظا لأي زاوية حادة موجودة فيه. فمثلا لو هبدأ بالزاوية 30 درجة، هي الجا 30 بتساوي إيه والجتا والظا؟ دلوقتي إحنا عارفين خلاص إن الجا بتساوي المقابل على الوتر، فالزاوية 30 الضلع المقابل ليها بواحد، والوتر اللي هو س ع جبناه ب2 سنتيمتر، يبقى الجا 30 بتساوي نص. طب تعالى نشوف الجتا 30. عندك هتلاقي الجتا 30 قلنا الجتا بتساوي المجاور على الوتر. مين المجاور؟ اللي لازق في الزاوية اللي اسمها عين ورايح للقائمة، يبقى الضلع المجاور اللي هو ص ع بجذر 3 والوتر ب2، تبقى جذر 3 على 2. طب الظا 30، الظا قلنا بتساوي المقابل على المجاور، الزاوية 30 مقابلها 1 والمجاور ليها بجذر 3. كده جبت له جا وجتا وظا للزاوية 30 درجة. تعالى نعمل نفس الكلام ده للزاوية 60 درجة ونشوف كده ملحوظة مهمة. عندك الزاوية اللي اسمها 60 درجة اللي هي زاوية س دي، عايز اجيب لها جا المقابل على الوتر. المقابل الضلع اللي هي بتبص عليه اللي هو ص ع بجذر 3 والوتر ب2 سنتيمتر. طب والجتا الضلع المجاور اللي لازق فيها اللي هو الواحد والوتر ب2. طب والظا قلنا المقابل عن المجاور اللي هي جذر 3 المقابل والمجاور 1، فجذر 3 على 1 هتساوي جذر 3. فاكر الدرس اللي فات لما قلت لك معلومة إن أي زاويتين متتامتين بتبقى جا الأولى تساوي جتا التانية؟ طب ما هو الكلام ده باين قدامنا أهو. بص كده معايا، أنا عندي دلوقتي الجا 30 بنص. طيب بص كده على الجاتا 60 برضو بنص. ليه؟ عشان الزاويتين 30 و60 زاويتين متتامتين مجموعهم 90 درجة، فبيبقى جا الأولى يساوي جاتا التانية. ونفس الكلام بالنسبة للجاتا 30 والجا 60 بيساوي بعض، بيساوي جذر 3 على 2. ونفس الكلام فاكرين لما قلت لك إن ظا الأولى في ظا التانية تساوي موجب 1؟ لما أضرب ظا الأولى
في ذات تانية الزاويتين مجموعهم 90 درجة، ضرب الظا الأولى في ذات تانية بيساوي 1 صحيح. لو أنت جربت تضرب الظا 30 اللي هي بواحد على جذر 3 في الظا 60 اللي هي جذر 3 على 1 هتلاقي الناتج النهائي بتاعها 1 صحيح، لأن الظا الأولى بيساوي مقلوب الظا التانية، يعني دي 1 على جذر 3 إنما دي جذر 3 على 1 مقلوبين لبعض. طب احنا كده عرفنا النسب المثلثية للزاويتين 30 و60. تعال نشوف للزاوية 45. بالنسبة للزاوية 45 درجة، فأنا دلوقتي لو عندي مثلث قائم الزاوية، وركز كده معايا، عندي أ ب ج مثلث قائم الزاوية في ب، وعندي زاوية من الزاويتين مثلا زاوية أ 45 درجة. لو أنت لقيت زاوية أ 45 درجة تعرف تجيب زاوية ج، لأن هي هتبقى عبارة عن 180 ناقص الزاويتين الباقيين اللي معاك اللي هم 90 و45. لو حسبتها تطلع لك هي كمان 45 درجة، وبالتالي لو عندي مثلث قائم الزاوية وإحدى زواياه لحد 45 درجة هتبقى الزاوية التانية هي كمان 45 درجة. طبعا المثلث اللي فيه زاويتين قد بعض كل واحدة ب 45 أو أيا كان قياس كل واحدة فيهم كام، فلو في عندك زاويتين قد بعض بيبقى المثلث ده اسمه مثلث متساوي الساقين. والمثلث ده فيه الضلع اللي اسمه ب أ بيساوي الضلع اللي اسمه ب ج. طب ليه؟ ركز معايا كده، زاوية أ وزاوية ج قد بعض، بوصل زاوية أ وبوصل زاوية ج بالحرف اللي ناقص في المثلث. مثلث أ ب ج لما اوصل أ واوصل ج هوصلهم بالناقص اللي هو ب، يبقى معاك الضلع أ ب والضلع ج ب، هم دول كده الضلعين المتساويين في المثلث المتساوي الساقين. يبقى انا عندي طالما زاويه أ قد زاويه ج اقدر كده اقول ان الضلع أ ب قد الضلع ب ج، مثلث متساوي الساقين. طب لو انا فرضت من عندي مثلا ان أ ب ده طوله 1 سم، فب ج هو كمان بواحد سم عشان هما قد بعض، فعندك الضلعين بتوع القائمة تعرف تجيب الوتر بكل سهولة. من فيثاغورس هتلاقي الوتر اللي هو أ ج بيساوي الجذر التربيعي لواحد تربيع زائد واحد تربيع على الآلة هتقول لك بيساوي جذر 2، يبقى كده أ ج بيساوي جذر 2 سنتيمتر. طيب تعالى نجيب جا ونجيب جتا ونجيب ظا للزاوية 45 درجة. هي الجا بتساوي ايه؟ الجا بتساوي المقابل على الوتر، فعندك مثلا هنا الزاوية 45 اللي هي أ مثلا المقابل بواحد والوتر بجذر 2، يبقى واحد على جذر 2. طب تعالى نشوف الجتا ونشتغل برضو على زاوية أ. الجتا بتساوي المجاور على الوتر، يبقى المجاور واحد على الوتر اللي هو جذر 2. طب تعالى نشوف الظا بتساوي المقابل على المجاور، زاوية أ مثلا فالمقابل ليها بواحد والمجاور برضو بواحد، فتبقى واحد على واحد تساوي واحد. طيب خد بالك هنا من اللي أنا هقوله لك ده، أنت عندك الجا 45 بواحد على جذر 2 والجاتا 45 برضو بواحد على جذر 2. طب عارف الكلام ده ليه؟ عشان أنا قلت لك الجا بتساوي الجاتا لو الزاويتين مجموعهم 90 درجة، طب ما هو فعلا 45 زائد 45 تساوي 90. إذا الزاوية الوحيدة اللي الجا قد الجتا بتاعتها هي الزاوية 45 درجة. هتلاقي الجا 45 قد الجتا 45 وبتساوي واحد على جذر 2، وهتلاقي الظا 45 بتساوي موجب واحد. الكلام ده كله اتفقنا ان احنا هنحتاجه في مسائل، وهنحتاج ان احنا نكون حافظينه، محتاجين نحفظ الجا والجتا والظا للزاوية 30 و60 و45، يا اما نحفظهم يا اما نستخدم الآلة، بس في حاجات بتيجي في الآلة ايه بشكل احنا مش عاوزينه. طب تعالى كده دلوقتي هديلك تلخيص للكلام ده، او مش تلخيص بقى، اعمل لك الكلام ده في جدول يخليك سهل ان انت تحفظه. فمثلا ركز معايا كده، انا عندي دلوقتي الزوايا كام زاوية؟ 3 زوايا خاصة. الزوايا الخاصة اللي احنا بندرسها الزاوية 30 درجة والزاوية 60 درجة والزاوية 45 درجة. الجدول ده لو انت عملته وكتبته 3 4 مرات ورايا هتلاقي نفسك حفظتهم خلاص مش هتنساهم ابدا. طيب الزاوية 30 اكتبها الأول، بعد كده الزاوية 60 وفي الآخر الزاوية 45. دي الزوايا اللي معاك، وتحتهم أنا عايز أجيب الجا وأجيب الجتا وأجيب الظا للزوايا. بص كده أنا بعملها إزاي؟ أنا هقول لك على طريقة في الحفظ. طيب عندك هنا ببدأ بالقطر ده كده، شايف القطر ده ببدأ بيه، بقوم كاتب إيه؟ بكتب هنا نص وهنا برضو نص ونص ونص يدي لك واحد، لأن الجا 30 بنص والجتا 60 بنص والظا 45 بواحد، فسهلة كده نص ونص واحد. بعد كده مش احنا لقينا الجتا 30 والجا 60 بيساوي جذر 3 على 2، يبقى دي جذر 3 على 2 ودي برضو جذر 3 على 2. طب بعد كده
عايز اجيب الظا للزاوية 30 والزاوية 60. بكل بساطة عشان تجيب الظا اقسم البسط بتاع الجا على البسط بتاع الجتا. هنا تبقى 1 على جذر 3، وبالنسبة للزاوية 60 تبقى جذر 3 على 1. يبقى معاك هنا 1 على جذر 3، وهنا جذر 3 على 1 تساوي جذر 3. ما فاضلش غير الزاوية 45، ما اظنش ان انت هتنساها لو انت فهمتها كويس. الزاوية 45 قلنا الجا قد الجتا وبتساوي 1 على جذر 2. فكده بكل بساطة تحفظها بالطريقة دي هتلاقيها سهلة معاك. ابدأ بالقطر ده كده، هتقول لي نص نص 1. بعد كده هتمسك الجزئية دي جذر 3 على 2 وجذر 3 على 2، وهتجيب الظا الزاوية 30 والزاوية 45، بتقسم بسط الجا على بسط الجتا، بسط الجا على بسط الجتا. طب بعد كده عندك هنا 45 يعني بتتحفظ بسهولة جدا، انت اصلا زمانك حفظتها خلاص. 1 على جذر 2 و1 على جذر 2. طيب بالنسبة دلوقتي لأفكار المسائل، أنا عندي 4 أنواع من المسائل في الدرس ده. مسائل اوجد قيمة بدون استخدام الآلة الحاسبة، يقول لك اوجد قيمة كذا. ومسائل إثباتات يقول لك بدون استخدام الآلة الحاسبة اثبت كذا. ومسائل يقول لك عاوز قيمة س، وس دي بتبقى يا إما عدد يا إما زاوية. ومسائل بقى أفكارها متنوعة، أفكار رسومات والكلام ده كله. تعال ناخد أفكار المسائل دي كده واحدة واحدة. عندي هنا كده مثلا أول نوع من المسائل يقول لي بدون استخدام الآلة الحاسبة اوجد قيمة. معايا هنا 4 مسائل، تعال نحلهم مع بعض وخد بعدها مسألتين أنت تحلهم. أول سؤال بيقول لي بدون استخدام الآلة الحاسبة اوجد قيمة المقدار ده. فأنا باجي في الحل بقول له المقدار يساوي، وابدأ المقدار اللي قدامي ده حاجة حاجة منهم أجيبها. فأنا عندي 4 جتا 30، أدي 4 في الجتا 30 بكام؟ المفروض أنت تكون حافظ بقى إن الجتا 30 بتساوي جذر 3 على 2. واحد يقول لي يا مستر أنا عمال بتلخبط فيه. تعالى في الورقة بتاعة الإجابة بتاعتك بتاعة الامتحان في آخر صفحة ورا كده اكتب مسودة واعمل الجدول كده زي ما أنا معلمتك. هتلاقي الموضوع بقى سهل معاك وتقدر ترجع له في أي وقت. طب خايف لا تكون مش حافظ الجدول كويس مثلا أو تتلخبط فيه، تقدر تستخدم الآلة الحاسبة بس بحذر. بحذر إزاي؟ زي ما هوريك كمان شوية. تعالى بس الأول نحل المسألة دي على المفروض على الحفظ اللي احنا نحفظه. احنا قلنا إن الجاتا 30 بتساوي جذر 3 على 2 في الجا 60. الجا 60 بتساوي برضو جذر 3 على 2. بعد كده في ناقص ظا 60. الظا 60 بتساوي كام؟ اللي فاكر ظا 60 بتساوي جذر 3. طب والظا 30؟ طبعا ظا 60 ظا 30 يعني مضروبين في بعض. ظا 30 بتساوي 1 على جذر 3. بعد كده زائد 2 جا 30، 2 مضروبة في الجا 30 اللي هي بنص. تعال نشوف قيمة المقدار ده تطلع بكام. تمسك الضرب كله الأول تخلص منه، فأنت هتيجي هتضرب 4 في جذر 3 على 2 في جذر 3 على 2 اللي قبل علامة الناقص. عندك اللي قبل علامة الناقص ده هيطلع لك بيساوي 3. بعد كده تكتب له الناقص أهو. عندك هنا جذر 3 في 1 على جذر 3، تمسك الضرب ده هيدي لك بواحد. بعد كده تقول له زائد عندك 2 في نص الأخيرة دي، تحسب الضرب ده 2 في نص هيقول لك بواحد. تبقى 3 ناقص 1 2، 2 زائد 1 يساوي 3. المقدار ده بدون استخدام الآلة الحاسبة طلع معايا ب3. طيب تعال نشوف المسألة اللي تحتها. برضه بيقول لي بدون استخدام الآلة الحاسبة اوجد قيمة جتا تربيع 45. جا تربيع 45 ناقص جا 45 جتا 45. واحدة واحدة. ادي المقدار، بقول له كده في الحل المقدار يساوي الجتا تربيع، قلنا تربيع يبقى قوس تربيع. الجتا تربيع 45، ال 45 الجا قد الجتا، وقلنا الجا قد الجتا وبتساوي كام؟ بتساوي 1 على جذر 2. يبقى 1 على جذر 2 لكل تربيع مضروبة في جا تربيع 45، ادي قوس تربيع والجا 45 بواحد على جذر 2 ناقص جا 45 جتا 45 يعني 1 على جذر 2 مضروبة في 1 على جذر 2، لأن الجا 45 بواحد على جذر 2 وجتا 45 برضه بواحد على جذر 2. نبدأ نحسب مع بعض. 1 على جذر 2 تربيع تدي لك نص في 1 على جذر 2 تربيع برضه بنص ناقص 1 على جذر 2 في 1 على جذر 2 تدي لك بنص. في أي مشكلة كده في الكلام ده؟ معاك بعد كده نبدأ نضرب نص في نص بربع ناقص النص، ربع ناقص نص يدي لك سالب نص. يبقى الكلام ده في الآخر يطلع بسالب نص. طبعا أنت ممكن تحلها بالآلة الحاسبة، يعني إن أنت تجيب الناتج النهائي ده كده عادي بالآلة الحاسبة. بعد ما أنت ما وصلت للكلام ده، عايز ما تحسبش الخطوة دي وتخش على طول على الآلة الحاسبة وتجيب السالب نص، مفيش أي مشكلة.
طب تعالى نشوف المثال الثالث، وتعالى مع بعض هنستخدم فيه الآلة الحاسبة عشان أعرفك لو عايز تحسبها بالآلة الحاسبة تعمل إيه. أنا هاجي هقول له المقدار يساوي، عندك الجا 45، هتعمل إيه؟ هنجيب الآلة الحاسبة، أدي الآلة الحاسبة معايا أهي. هو بيقول لي دلوقتي عاوز الجا 45 جتا 45. على الآلة الجا اسمها إيه؟ الجا على الآلة اسمها ساين، والجتا اسمها كوزاين، والظا اسمها تان. هما 3 زراير تحت بعض اهو، تعالى كده اعلم لك عليهم. عندك هنا ساين وكوزاين وتان، شايف دول 3 زراير دول عندك، هما دول بالترتيب من الشمال لليمين، دي الجا ودي الجتا ودي الظا. هما دول ساين وكوزاين وتان، دول دي جا ودي جتا ودي ظا، دي الجا ودي جتا ودي ظا اللي هما ساين وكوزاين وتان. انا دلوقتي معايا الزاويه اللي هي 45 درجه، عايز اعرف دلوقتي الجا والجتا والظا بتوعها. فبكل بساطه همسك الاله الحاسبه، اجيب الجا ادوس له ساين، واكتب له الزاويه اللي هي، مالكش انت الكلام ده مش هيجيلك، ساين الجا زاويه 45، واقفل القوس. بص كده كاتبها لك جذر 2 على 2. مش احنا قايلين ان الجا بتساوي 1 على جذر 2؟ ما هي 1 على جذر 2 هي جذر 2 على 2. يبقى المقدار ده بيساوي، كتبت له جذر 2 على 2 ماشي، بس يفضل تكتبها له 1 على جذر 2. الآلة عارف ليه بتكتب لك جذر 2 على 2؟ فاكر في تانية اعدادي لما اخدت القوانين بتاعة الجذور، وساعتها عرفت ان ما ينفعش يبقى فيه في المقام جذر؟ فعندك الواحد على جذر 2 دي، معذرة، الواحد على جذر 2 دي اصلا لو انت جيت ضربت البسط والمقام بتوعها في جذر 2 هتطلع لك في الاخر بتساوي جذر 2 على 2. فهي عشان كده الواحد على جذر 2 بتساوي جذر 2 على 2. فانت خدها قاعدة، لما تيجي الآلة تطلع لك جذر عدد على العدد، انت هتكتبها ايه في السؤال؟ 1 على جذر العدد. فجذر 2 على 2 تساوي 1 على جذر 2. ممكن الآلة تطلعها لك جذر 3 على 3، تطلعها لك امتى كده؟ تطلعها لك في الظا 30. لا تقول لك جذر 3 على 3 اهو، لو جيت تجرب وتكتب ظا اللي هي تان 30 وتقفل القوس تكتبها لك جذر 3 على 3 اللي هي 1 على جذر 3. فانت تبقى عارف ان الجا والجتا للزاويه 45 الآلة تكتبهم لك جذر 2 على 2 اللي معناها 1 على جذر 2، وكذلك الظا 30 الآلة تكتبها لك جذر 3 على 3 اللي معناها 1 على جذر 3. طيب انا خلاص جبت الجا، اقول فيه عندك الجتا 45 برضو على الآلة كوزاين 45 واقفل القوس، تطلع لك جذر 2 على 2 اللي هي 1 على جذر 2 زائد الجا 30 اللي هي ساين 30، تقفل القوس تطلع لك بنص، في الجتا 60 اهي كوزاين 60 لو انت يعني هتحل بالآلة الحاسبة برضو بنص، ناقص جتا تربيع ادي قوس تربيع، عندك الجتا 30 بكام؟ ادي الكوزاين 30 بجذر 3 على 2. بعد كده اشتغل الضرب الاول، 1 على جذر 2 في 1 على جذر 2 بنص، زائد نص في نص بربع، ناقص جذر 3 على 2 الكل تربيع تقول لك ب3 على 4، نص زائد ربع 3 ارباع، ناقص 3 ارباع هتدي لك في الاخر صفر. مسألة جميلة جدا. تعال نشوف اخر واحدة معانا. ادي هقول له المقدار يساوي واشد الشرطة بتاعة الكسر، على كده نروقها شوية. ماشي، انا عندي جتا تربيع 60 ادي قوس تربيع، عندك الجتا 60 بكام؟ بنص، طب زائد جتا تربيع 30، هي الجتا تربيع 30 بكام؟ الجتا 30 اصلا بتساوي جذر 3 على 2 وهي تربيع يبقى جوه قوس تربيع. بعد كده هقول له زائد، عندك ظا تربيع 45، الظا 45 بواحد فظا تربيع تبقى 1 تربيع على الجا 60 اللي هي جذر 3 على 2 في، عشان ما فيش بينهم زائد او ناقص، ظا 60 اللي هي بجذر 3 زائد جا 30 اللي هي بنص. واحدة واحدة كده نحسب البسط لوحده واحسب المقام لوحده. عندك في البسط نص تربيع بربع زائد جذر 3 على 2 تربيع ب3 على 4 زائد 1 تربيع بواحد، وعندك تحت جذر 3 على 2 لما تضربها في جذر 3 هتدي لك 3 على 2 وادي زائد النص. طيب الكلام ده معلش مش باينة بس تحت دي 1 على 2 يعني بس مش باينة تحت. تلاتة على 2 زائد نص تحت
اللي هي جذر 3 على 2 في جذر 3 ب3 على 2، والنص اهو نزلناه. احسب البسط لوحده، ربع زائد 3/4 ب1 زائد 1 ب2، وتحت 3 على 2 يعني 3 تنصاص زائد نص برضه ب2، 2 على 2 تدينا 1. فمسائل بدون استخدام الآلة الحاسبة مسائل بسيطة جدا جدا جدا. تعال خد مسألتين انت حلهم. يلا بقى شغل دماغك معايا في المسألتين دول، حلهم لوحدك، وقف الفيديو حلهم، بعد كده شغل فيديو شوف الحل بتاعهم. ده الحل يا سحساوي، ظبط الدنيا. الفكرة اللي بعد كده معانا في مسائل النهاردة هي مسائل الإثباتات. يجي يقول لي اثبت أن مثلا أول سؤال جتا 60 بتساوي جتا تربيع 30 ناقص جتا تربيع 30. طب أنا بعمل إيه في مسائل الإثباتات؟ أنا بمسك علامة اليساوي اللي قبلها بسميه الطرف الأيمن واللي بعدها الطرف الأيسر. ببدأ أحسب الطرف الأيمن لوحده والطرف الأيسر لوحده، بوصل في الآخر إن هما قد بعض، فبقول له ينتج أن الطرفين متساويين زي ما هنشوف قدامنا كده. أول حاجة في مسائل الإثبات دي هقول له الطرف الأيمن يساوي، عندك الطرف الأيمن مكتوب فيه جتا 60، الجتا 60 بتساوي نص، جبت الطرف الأيمن قيمته نص سميه واحد، اعمل عليه سهم كده وسميه واحد. بعد كده نبدأ نشوف الطرف الأيسر، ادي الطرف الأيسر يساوي جتا تربيع 30 يبقى معاك قوس تربيع، الجتا 30 بتساوي جذر 3 على 2 ناقص جا تربيع 30 ادي قوس تربيع والجا تربيع 30 بنص، الجا 30 يعني بنص، فمعاك جذر 3 على 2 الكل تربيع تدينا 3 على 4 ناقص النص تربيع بربع، 3/4 ناقص ربع يدينا ربعين اللي هي نص، وتسمي دي رقم 2، اعمل عليها سهم وسميها رقم 2. بعد كده هتقول له من 1 و2 ينتج أن الطرفان متساويان. أفكار مسائل الإثباتات دي بسيطة جدا جدا. مسكت الطرف الأيمن جبت قيمته، الطرف الأيسر جبت قيمته، شكرا. تعال نشوف المسألة اللي بعدها. عاوز نثبت له إن ظ تربيع 60 ناقص ظ تربيع 45 تساوي ج تربيع 60 زائد ج تربيع 60 زائد 2 ج 30. برضه همسك أول حاجة الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيمن ظ تربيع 60 آدي قوس تربيع، الظ 60 بتساوي كام؟ جذر 3 ناقص ظ تربيع 45 ادي قوس تربيع والظ 45 بواحد، مع الجذر 3 تربيع ب3، 3 ناقص 1 تساوي 2، يبقى الطرف الأيمن بيساوي 2، اعمل سهم وسمي دي أول حاجة. بعد كده هبدأ أشتغل على الطرف الأيسر، ادي الطرف الأيسر يساوي ج تربيع 60، الجا 60 بجذر 3 على 2، قال لي تربيع يبقى حطيتها جوه قوس تربيع، زائد جتا تربيع 60، الجتا 60 بنص بس هو عاوزها تربيع، زائد 2 جا 30 يبقى 2 في جا 30 اللي هي نص، وابدأ أحسب بالراحة. جذر 3 على 2 التربيع بتاعها يديني 3 على 4، والنص تربيعها يدينا ربع، و2 في نص بواحد، 3/4 زائد ربع بواحد، واحد زائد واحد يساوي 2 وأسمي دي رقم 2. معايا الطرف الأيمن قيمته النهائية ب2 والطرف الأيسر برضو قيمته ب2، ودي سميتها 1 ودي سميتها 2، هقول له من 1 اللي هو أول نتيجة ظهرت معايا إن قيمة الطرف الأيمن تساوي 2، و2 تاني نتيجة ظهرت معايا اللي هي الطرف الأيسر هو كمان بيساوي 2، بينتج أن الطرفان متساويان. نفس الكلام نعمل في المسألتين دول رقم 3 ورقم 4. هنا بيقول لي عاوز نثبت له إن ج تربيع 60 زائد ج تربيع 30 يساوي جتا تربيع 30 زائد جتا تربيع 60، أمسك الطرف الأيمن لوحده، آدي الطرف الأيمن يساوي ج تربيع 60 يبقى قوس تربيع جوه الجا 60 اللي هي جذر 3 على 2، زائد ج تربيع 30 ادي قوس تربيع جوه الجا تربيع 30، الجا 30 اللي هي نص، عندك جذر 3 على 2 تربيع ب3/4 زائد نص تربيع بربع، 3/4 زائد ربع يدينا 1 صحيح وسمي دي رقم 1. بعد كده همسك الطرف الأيسر، الطرف الأيسر جتا تربيع 30 اللي هي جذر 3 على 2 واربعها، زائد جتا تربيع 60 اللي هي نص واربعها هي أصلا، هيدي لك 1 واسميها رقم 2، وهقول له من 1 و2 ينتج أن الطرفان متساويان. نفس الكلام هنا، عاوز نثبت له إن هنا قوسين مضروبين في بعض، جا 60 ناقص جتا 60 مضروبة في جا 60 زائد جتا 60 يساوي نص، فأنا همسك له الطرف الأيمن، آدي الطرف الأيمن يساوي، آدي قوس
مضروب في قوس، وهنشوف بيساوي ايه. اول قوس جواه جا 60 ناقص جتا 60، عندنا الجا 60 بجذر 3 على 2 ناقص الجتا 60 اللي هي نص. طب تاني قوس جواه جا 60 بكام؟ جا 60 بجذر 3 على 2 زائد جتا 60 اللي هي نص. تقدر ان انت تجمع مثلا دول وتجمع دول على الآلة وتضرب، او تكتب القوسين دول على الآلة والآلة تضربهم لك على طول. باختصار كده تعالى افكرك بحاجة، انت عندك القوسين دول شبه بعض بالظبط، الفرق الوحيد في الإشارة اللي في النص. فلو الفرق الوحيد في الإشارة اللي في النص وعندك الطرف الأيمن، أو آسف بقى كده الحد الأول اللي هو جذر 3 على 2، وفي القوس التاني برضو الحد الأول جذر 3 على 2، والحد التاني هنا نص وهنا نص، الفرق الوحيد في الإشارة اللي في النص دول بيبقى حدين، مرة بالجمع ومرة بالطرح. ده أساسا التحليلة بتاعة الفرق بين مربعين. فكان المقدار ده في سنة أولى إعدادي يقول لك لو أنا عايز أضرب مجموع حدين في الفرق بينهم، حاجتين شبه بعض، عايز أضرب مجموعهم في طرحهم، كنت بقول الأول في الأول ناقص التاني في التاني على طول. يعني كنت أنت هتعمل الأول في الأول جذر 3 على 2 تضربها في جذر 3 على 2 ناقص التاني في التاني اللي هو نص في نص. فده لو عملتها بالقاعدة دي، جذر 3 على 2 في جذر 3 على 2 ب 3 على 4 ناقص التاني في التاني نص في نص بربع. فعندك 3 أرباع ناقص ربع هيساوي نص. ايه ده؟ مش هو عايزك تثبت اصلا ان الكلام ده بيساوي نص؟ وصلت لنص وهو ده الطرف الايسر. يبقى بيساوي نص بيساوي الطرف الايسر. فكر مسائل الاثباتات لذيذه جدا. خد مسألتين انت حلهم، خد المسألتين دول كده شغل دماغك فيهم، حل المسألتين دول بعد كده شوف الحل. الحل هو يا سحساوي، خدت بالك من الحل ده ولا لا؟ حل مطرشم. المسائل اللي بعد كده معايا في الدرس ده مسائل اوجد قيمة س، وهفرق بينها لأن المسائل دي في منها نوعين. أول نوع بتكون السين دي يعني عدد عادي جدا، ممكن يكون عدد أو كسر. وتاني نوع بتبقى السين دي عبارة عن زاوية. فمثلا هنا بيقول لي اوجد قيمة س في كل مما يأتي، وأول واحدة معايا بيقول لي س جتا 30 جا 60 بتساوي ذ تربيع 60. هنا معاك س وجنبها جتا 30 جا 60، فعندك السين مضروبة فيهم، فهنا السين مفيش جاء، ما يعني مفيش قبل السين دي جاء أو جتا أو ظا، فدي مش زاوية، دي كده عدد. طب بص كده في السؤال رقم 3 بقول لك ظا س، ظا س تساوي 4 جتا 60 جا 30. هنا بقى الظا س السين ده عبارة عن زاوية، فالزاوية ليها طريقة في الحل، ولو كانت حاجة عادية ليها طريقة في الحل. تعالى نشوف الاتنين دلوقتي ونعرف الكلام ده كله. عندي هنا أول مسألة بيقول لي س جتا 30 جا 60 يساوي ذ تربيع 60. تعالى كده نشوف أول مسألة دي أحلها إزاي. بكل بساطة الحاجة اللي أنت عارف قيمتها تكتبها، فأنت السين ما نعرفهاش سبتها زي ما هي. جتا 30 الجتا 30 بجذر 3 على 2 ودول مضروبين في بعض عشان مفيش بينهم زائد أو ناقص، ما هي س جتا يعني مضروبة فيها. بعد كده هقول له في الجا 60 برضو بجذر 3 على 2 تساوي ذ تربيع 60، الذ 60 بتساوي جذر 3 وهي عايزها تربيع. بعد كده بقت معاك س مضروبة في مين؟ اضرب الحاجتين دول في بعض، جذر 3 على 2 في جذر 3 على 2 تدينا 3 على 4 تساوي جذر 3 الكل تربيع هتدينا 3. عدد ضربناه في 3 ارباع الناتج كان 3. عاوز اعرف العدد ده ايه؟ بكل بساطة بعمل عكس العملية. مش هو هنا مضروب في 3 ارباع، اودي دي الناحية التانية بعكس العملية، عكس الضرب القسمة. يبقى هقول له س تساوي 3 على التلات ارباع، 3 على 4. فعندك 3 على التلات ارباع تحسبها على الآلة تقول لك بتساوي 4، يبقى انا جبت في اول مسألة السين بتساوي 4. افكارها بسيطة جدا. طب تعالى كده نشوف المسألة التانية بتقول لي ايه. تاني مسألة بيقول لي أنا معايا 4 س تساوي مين؟ جتا تربيع 30 ذ تربيع 30 ذ تربيع 45. بكل بساطة جتا تربيع 30 آدي جذر 3 على 2 اللي هي جتا 30 تربيع مضروبة في مين؟ في ذ تربيع 30 اللي هي 1 على جذر 3 وبرضو تربيع مضروبة في مين؟ في ذ 45 وبس متربعة، يبقى 1 تربيع لأن الذ 45 بواحد. يبقى أنا معايا كده الأربعة س تساوي جذر 3 على 2 تربيع بتلات ارباع مضروبة في 1 على جذر 3 تربيع اللي هي 1 على 3 مضروبة في 1. عندك 3 تروح مع التلاتة يبقى الكلام ده في الآخر يساوي ربع. معانا الأربعة س تساوي 1 على 4. طب هنعمل إيه؟ وركز بقى عشان في ناس بتتلخبط في المسألة دي.
مش انت عاوز س لوحدها فبتقسم على اللي جنبها؟ يبقى انا عشان اجيب دي معادله بحلها عادي، الاربعه س عشان اجيب س واحده اقسم على الاربعه، هنا نقسم على الاربعه وهنا الربع هنقسمه على الاربعه، 4 تروح مع الأربعة تبقى السين بتساوي ربع على 4 على الآلة تديلك 1 على 16. فكده قدرت أوصل للسين بتساوي 1 على 16 بكل سهولة. في المسألتين اللي قدامي دول السين معايا كانت عبارة عن إيه؟ السين هنا كانت عبارة عن عدد، السين مفيش قبلها جاء أو جتا أو ظا. طب افرض السين قبلها جاء أو جتا أو ظا وأنا عاوز أعرف قيمة السين دي، ده اللي إحنا هنعرفه في النوع ده من المسائل. بس قبل ما أقولك عليه تعالى الأول أديك معلومة. عندي حاجة في الدرس بتقولك حساب قياس الزاوية بمعلومية النسبة المثلثية لها. أنا دلوقتي لو عارف إن الجا أو جتا أو ظا الزاوية بيساوي قيمة معينة، إزاي أعرف الزاوية دي؟ فمثلا لو أنا بقولك جا زاوية معرفهاش اسمها ألف مثلا بيساوي نص، كده يبقى قياس زاوية ألف بيساوي قد إيه؟ كام درجة؟ مش انت عارف ان الزاوية اللي الجا بتاعتها بنص هي الزاوية 30 درجة، يبقى كده قياس زاوية أ 30 يا مستر. طب افرض جات لك حاجة غير النص، حاجة انت مش عارفها، في الحالة دي احنا بنلجأ للآلة الحاسبة. حضرتك عارف زرار الساين والكوزاين والتان اللي هم بتوع جا وجتا وظا. طيب الثلاث زراير دول بتوع جا وجتا وظا مع الزرار اللي فوق هنا اسمه شيفت. شايف الزرار اللي بيبقى فوق عندك على الشمال اللي اسمه شيفت ده؟ زرار شيفت لما تدوس عليه بعد كده تدوس جا او جتا او ظا، هنا انت عاوز تعرف الزاوية قياسها كام اللي اديت لك في الاخر النسبة دي. فمثلا لو انا دلوقتي جيت معاك ومسكت الآلة، ادي جبنا مثلا الآلة الحاسبة اهو، وجيت دلوقتي انا عارف ان الجا 30 بنص. طب انا عايز اتأكد ان الجات، او مش عايز بقى اتأكد، انا جت في مسألة بقول لك جا ألف بيساوي نص، عاوز زاوية ألف. لو معاك النسبة اللي اسمها الجا وعاوز الزاوية بتدوس على زرار شيفت الأول، بعد كده تدوس على الساين، تلاقيه كتب لك، بص يكتب لك ساين أس سالب واحد، كده هو بيقول لك أنا هحسب لك العكس، ده أنا مش هحسب لك جا الزاوية، ده أنا هعرفك زاوية إيه اللي ده الجا بتاعها. طب مش أنا قلت لك إن الجا ألف بنص، فيكتب له جوه إن الناتج اللي معايا هو نص، 1 على 2، وتخش كده يمين وتقفل له القوس. قال لك ب 30، قال لك الزاوية اللي الجا بتاعتها بنص هي الزاوية 30 درجة. طب تعالى كده نطبق في تمارين تانية. معايا هنا بقول لك إذا كانت جتا زاوية ه يساوي 7152 جزء من 10000. عادي جدا، أي حاجة عادي جدا وبتيجي في أسئلة اختار كتير. أنا عاوز قياس زاوية ه، طب بكل بساطة هعمل إيه؟ عشان أنا معايا الجتا بتاعتها يبقى أدوس على زرار شيفت، بعد كده أدوس كوزاين اللي هي الجتا. فقال لك أنا كده هحسب لك بالعكس، أنا معايا الناتج بكام؟ الناتج اللي معايا هو 0 علامة أهو، 0 علامة 7152 يساوي الزاوية دوس كوما، بعد كده اهي الزاوية ب44 درجة و20 دقيقة و25 ثانية لو أنا عايزها بالقياس الستيني. لو مش عايزها بالقياس الستيني أدي بالقياس الدائري بتاعي زي ما هو 44 درجة و34 جزء من 100. طب تعالى كده لو معايا مثلا زاوية ه الجا بتاعها بيساوي 6218 جزء من 10000، معايا الجا يبقى ادوس على زرار شيفت وادوس ساين. عندك الجا بكام؟ بصفر علامة 621 اهي 18، طلعت بتساوي 38 درجة و44 جزء من 100. طب نفس الكلام لو انا معايا ظا زاوية ه بواحد علامة 5156 جزء، هعمل ايه؟ معاك الظا عاوز الزاوية دوس شيفت وادوس تان، الزاوية اللي معايا واحد على، او الناتج اسف، واحد علامة 5156، اقفل القوس، الزاوية 56 درجة و58 جزء من 100. ده بالقياس الايه؟ بالقياس بالدرجات. طب لو انا عايز بالقياس الستيني ادوس على زرار القمة بعد ما ادوس على الناتج، فدي كده 56 درجة و34 دقيقة و58 ثانية. فأنا كده عرفت باستخدام الآلة الحاسبة إزاي لو معايا جا أو جتا أو ظا لأي زاوية إزاي أعرف قيمة الزاوية الأساسية إيه. تعالى بقى نشوف المسائل بتاعتنا نكملها. هنا المسألة الثالثة والمسألة الرابعة عاوز يعرف قيمة س، وفي السؤال بيقول لك حيث س زاوية حادة، وهنا السين في الحالة دي زاوية، بيقول لك ده الظا س بتساوي 4 جتا 60 جا 30. طب أنا هنا هاجي هنا هعمل إيه في المسألة دي؟ بص كده معايا. معاك هنا أول واحدة بيقول لك ظا س تساوي 4 جتا 60، أدي 4 في الجتا 60، الجتا 60 بنص، في الجا 30 برضو بنص،
بقت كده الظا س تساوي 4 في نص في نص، على الآلة تقول لك 1. ظا س تساوي 1. مين الزاوية اللي ظلها 1؟ مين الزاوية اللي الظا بتاعتها ب1؟ لو أنت فاكر هتقول لي الزاوية 45 درجة. طب لو أنا مش فاكر يا مستر، هتمسك الآلة الحاسبة بتاعتك وعادي جدا هتدوس على زرار شيفت بعد كده تان. الناتج معايا 1 وعايز أعرف الزاوية، قال لك الزاوية 45 درجة بكل سهولة. يبقى كده أقول له إذا قياس زاوية س يساوي 45 درجة. طب السؤال اللي بعده بيقول لك 2 جا س يساوي جا 30 بنص في جتا 60 بنص زائد جتا 30 بجذر 3 على 2 في جا 60 برضو بجذر 3 على 2. الكلام ده يساوي، يبقى معاك 2 جا س بيساوي نص في نص بربع، وتلاتة جذر 3 على 2 في جذر 3 على 2 بتلات ارباع. ربع زائد تلات ارباع يساوي 1 صحيح. الاتنين جا س بيساوي 1، اقسم على الاتنين، الاتنين تترمى على الاتنين فتبقى معاك الجا س تساوي نص. طبعا الزاوية اللي الجا بتاعتها بنص هي الزاوية 30 درجة. وبرضو لو انا مش عارف هعمل ايه، همسك الآلة الحاسبة بتاعتي ادوس شيفت بعدها ساين، وعندك النص اقول له 1 على 2، تطلع لك الزاوية ب30 درجة. يبقى كده أقول له قياس الزاوية س بيساوي هنا 30 درجة. يلا خد أنت بقى مسألتين حلهم على الجزئية دي ووريني كده أنت هتقدر تعمل إيه. حل المسألتين دول، ثبت الفيديو وحل المسألتين، بعد كده ارجع كمل شوف حلهم. مسا سحساوي الحل هو نجم النجوم. آخر مسألة معايا في حصة النهاردة مسألة سهلة جدا تجيلك بالشكل ده وناس كتير بتشوفها بتتخض منها، لكن هي مسألة في منتهى السهولة. يقول لي في الشكل المقابل أ ب ج د مستطيل فيه الضلع أ ب ب 15 سم والضلع أ ج ب 25 سم، أو الوتر أ ج ب 25 سنتيمتر. بيقول لي عاوز قياس زاوية أ ج ب وعايز مساحة المستطيل. طيب أولا كده أنا عشان أجيب قياس زاوية أ ج ب فين الزاوية؟ آدي يا عم الضلع أو النقط بالترتيب اللي هو قاله لي، أ بعدين ج بعدين ب، تبقى الزاوية اللي هنا دي. الزاوية دي أنا عاوز أعرف قياسها كام. أنا عشان أعرف زاوية احط الزاويه دي بكل بساطه في مثلث قائم الزاويه، اجيب لها جا او جتا او ظا، بحطها في مثلث قائم الزاويه هي جاهزه محطوطه في المثلث ا ب ج ده قائم الزاويه في ب. خلاص يبقى همسك زاويه ج دي اجيب لها جا او جتا او ظا. لو جبت لها جا او جتا او ظا هعرف بكل سهوله ان انا اجيب قياسها عن طريق العمليه العكسيه بالاله الحاسبه عادي جدا. فانا دلوقتي هقول له انت عندك في الشكل، او بلاش في الشكل خليها في المثلث، في المثلث اللي اسمه أ ب ج، أنا أقدر أجيب له مثلا أنت معاك الزاوية ج دي، معاك الضلع المقابل ليها أ ب 15 سنتيمتر، ومعاك الوتر لأن المثلث أ ب ج قائم الزاوية في ب، يبقى الوتر هو أ ج. يبقى أنت معاك المقابل والوتر، والمقابل على الوتر ده بتاعت الجا. يبقى في مثلث أ ب ج أقدر أقول له إن جا الزاوية اللي اسمها أ ج ب بيساوي المقابل على الوتر، المقابل اللي هو أ ب والوتر اللي هو أ ج، تطلع ب15 على 25 على الآلة تقول لك ب3 على 5. طب أنا كده معايا جا الزاوية، مش لو معاك جا أو جتا أو ظا بعرف أجيب قياس الزاوية؟ يبقى إذا قياس الزاوية اللي اسمها أ ج ب تساوي، همسك الآلة بتاعتي أهو هقول له شيفت، أنا معايا الجا يبقى شيفت ساين، الجا هنا معانا بكام؟ معانا ب3 على 5، ونخش نقفل القوس وادوس يساوي وادوس على زرار الكوما. قال لي كده الزاوية بتاعتي بكام؟ قال لي ب36 درجة و52 دقيقة و11 ثانية. 11 ثانية والعلامة دي اللي هي 63 جزء دي ما بنهتمش بيها. لو انت بقى عاوز تقرب وبعد العلامة في عدد من الأعداد الكريمة اللي هي 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9 فبيزود الخانة اللي قبلها واحد، فالواحد تبقى ال11 دي تبقى 12 ثانية. عايز تعمل كده عايز، مش عايز تعمل كده عادي جدا. أنا كده قدرت أوصل للزاوية اللي اسمها أ ج ب. طب بعد كده عاوز مساحة المستطيل اللي اسمه أ ب ج د. مساحة أي مستطيل في الدنيا هي الطول في العرض. يبقى أنا معايا هنا كده معايا العرض بتاعه وعاوز اجيب طوله. يا جماعه على فكره انتوا كل الناس حافظه من زمان ان ده كده مستر العرض وده كده الطول. لا يا جماعه مفيش الكلام ده. العرض بيكون المسافه الصغيره والطول بتبقى المسافه الكبيره.
يبقى العرض بيكون أصغر من الطول. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما بيوصف الجنة في القرآن بيقول وجنة عرضها السماوات والأرض. فده العرض اللي هو الصغير، ما بالك بالطول بقى قد إيه. فعموما كده خلينا كده في حكاية مين الطول ومين العرض، انت بقى براحتك بقى مشيها بدماغك زي ما انت ما عاوز. بقول لك يا حسين، شيل الكلام اللي انا قلته بتاع الطول والعرض ده، احنا مش هنجود ده، احنا على اليوتيوب. طيب انا دلوقتي عشان اجيب مساحة المستطيل ده، مساحة المستطيل أ ب ج د محتاج طول وعرضه. انا معايا واحد من البعدين اللي هو أ ب ب 15 سنتيمتر. طب عايز اعرف ب ج قد ايه؟ طب ما هو من خلال المثلث أ ب ج القائم الزاوية انت معاك الوتر أ ج ب 25 سنتي، ومعاك الضلع أ ب ب 15 سنتي، فتقدر من نظرية فيثاغورس تجيب الضلع الأخير اللي هو ب ج. فأنا أقدر أقول له من نظرية فيثاغورس أو من فيثاغورس على طول، أقدر أقول له إن الضلع اللي اسمه ب ج بيساوي الجذر التربيعي ل25 تربيع ناقص 15 تربيع، لأن ده ضلع قائمة، تطلع لك ب20 سنتيمتر. فأنا كده وصلت لإن ب ج ب20 سنتي، فأقول له على طول إن مساحة المستطيل اللي اسمه أ ب ج د تساوي الطول في العرض، يبقى 20 في 15. معلومة يا جماعة، هنا الطول ب ج، عشان في ناس فاكرة إن الطول دايما بيبقى هو اللي الضلع اللي تحت، والعرض هو الضلع اللي هنا. لأ، الطول بيبقى الضلع الكبير. الضلع الكبير اللي هو ب ج ده 20 سنتي، والصغير أ ج ب 15 سنتي، يبقى هو ده الطول وده العرض. دايما الطول بيبقى أكبر من العرض. هنا 20 في 15 تطلع لنا ب 300 سنتيمتر مربع. مسألة في منتهى السهولة وفي منتهى الروعة. تعالى خد مسألة بقى، آخر تمرين ليك. حل المسألة دي، وبعد ما تحل المسألة اتأكد من الحل بتاعك. سيب لك المسألة دلوقتي واسيب لك حلها، وإن شاء الله أشوفك الحصة الجاية على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك هنا أول واحدة، بيقول لك ظا س تساوي 4 جتا 60. أدي 4 في الجتا 60، الجتا 60 بنص، في الجا 30 برضو بنص. بقت كده الظا س تساوي 4 في نص في نص، على الآلة تقول لك 1. ظا س تساوي 1. مين الزاوية اللي ظلها 1؟ مين الزاوية اللي الظا بتاعتها ب1؟ لو انت فاكر هتقول لي الزاوية 45 درجة. طب لو انا مش فاكر يا مستر، هتمسك الآلة الحاسبة بتاعتك وعادي جدا هتدوس على زرار شيفت، بعد كده تان. الناتج معايا 1 وعايز اعرف الزاوية، قال لك الزاوية 45 درجة بكل سهولة. يبقى كده اقول له اذا قياس زاوية س يساوي 45 درجة. طب السؤال اللي بعده بيقول لك 2 جا س يساوي جا 30 بنص في جتا 60 بنص، زائد جتا 30 بجذر 3 على 2 في جا 60 برضو بجذر 3 على 2. الكلام ده يساوي، يبقى معاك 2 جا س بيساوي نص في نص بربع، جذر 3 على 2 في جذر 3 على 2 بتلات ارباع، ربع زائد تلات ارباع يساوي 1 صحيح. الاتنين جا س بيساوي 1، اقسم على الاتنين تترمى على الاتنين، فتبقى معاك الجا س تساوي نص. طبعا الزاوية اللي الجا بتاعتها بنص هي الزاوية 30 درجة. وبرضو لو انا مش عارف هعمل ايه، همسك الآلة الحاسبة بتاعتي، ادوس شيفت بعدها ساين، وعندك النص اقول له 1 على 2، تطلع لك الزاوية ب30 درجة. يبقى كده اقول له قياس الزاوية س بيساوي هنا 30 درجة. يلا خد انت بقى مسألتين حلهم على الجزئية دي، ووريني كده انت هتقدر تعمل ايه. آخر مسألة معايا في حصة النهاردة مسألة سهلة جدا، تجيلك بالشكل ده وناس كتير بتشوفها بتتخض منها، لكن هي مسألة في منتهى السهولة. يقول لي في الشكل المقابل أ ب ج د المستطيل فيه الضلع أ ب 15 سم والضلع أ ج ب 25 سم، أو الوتر أ ج ب 25 سنتيمتر. بيقول لي عاوز قياس زاوية أ ج ب وعايز مساحة المستطيل. طيب أولا كده أنا عشان أجيب قياس زاوية أ ج ب، فين الزاوية؟ بالترتيب اللي هو قاله لي، أ بعدين ج بعدين ب، تبقى الزاوية اللي هنا دي. الزاوية دي أنا عاوز أعرف قياسها كام. أنا عشان أعرف زاوية أحط الزاوية دي بكل بساطة في مثلث قائم الزاوية، أجيب لها جا أو جتا أو ظا، بحطها في مثلث قائم الزاوية، هي جاهزة محطوطة في المثلث أ ب ج ده، قائم الزاوية في ب. خلاص يبقى همسك زاوية ج دي أجيب لها جا أو جتا أو ظا. لو جبت لها جا أو جتا أو ظا هعرف بكل سهولة إن أنا أجيب قياسها عن طريق العملية العكسية بالآلة الحاسبة عادي جدا. فأنا دلوقتي هقول له أنت عندك في الشكل، أو بلاش في الشكل، خليها في المثلث اللي اسمه أ ب ج.
انا اقدر اجيب له مثلا، انت معاك الزاويه ج دي، معاك الضلع المقابل ليها ا ب ب 15 سنتيمتر، ومعاك الوتر، لان المثلث ا ب ج قائم الزاويه في ب، يبقى الوتر هو ا ج. يبقى انت معاك المقابل والوتر، والمقابل على الوتر ده بتاعت الجا. يبقى في مثلث ا ب ج اقدر اقول له ان جا الزاويه اللي اسمها ا ج ب بيساوي المقابل على الوتر، المقابل اللي هو ا ب والوتر اللي هو ا ج، تطلع ب15 على 25 على الآلة تقول لك ب3 على 5. طب أنا كده معايا جا الزاوية، مش لو معاك جا أو جتا أو ظا بعرف أجيب قياس الزاوية؟ يبقى إذا قياس الزاوية اللي اسمها أ ج ب تساوي، همسك الآلة بتاعتي أهو، هقول له شيفت، أنا معايا الجا يبقى شيفت ساين، الجا هنا معانا بكام؟ معانا ب3 على 5، ونخش نقفل القوس وادوس يساوي وادوس على زرار الكوما. قال لي كده الزاوية بتاعتي بكام؟ قال لي ب36 درجة و52 دقيقة و11 ثانية. 11 ثانية، والعلامة دي اللي هي 63 جزء دي ما بنهتمش بيها. لو انت بقى عاوز تقرب وبعد العلامة في عدد من الأعداد الكريمة اللي هي 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9، فبيزود الخانة اللي قبلها واحد، فالواحد تبقى ال11 دي تبقى 12 ثانية. عايز تعمل كده عايز، مش عايز تعمل كده عادي جدا. أنا كده قدرت أوصل للزاوية اللي اسمها أ ج ب. أنا دلوقتي عشان أجيب مساحة المستطيل ده، مساحة المستطيل أ ب ج د محتاج طول وعرضه. أنا معايا واحد من البعدين اللي هو أ ب 15 سنتيمتر. طب عايز أعرف ب ج قد إيه؟ طب ما هو من خلال المثلث أ ب ج القائم الزاوية، أنت معاك الوتر أ ج ب 25 سنتي، ومعاك الضلع أ ب ب 15 سنتي، فتقدر من نظرية فيثاغورس تجيب الضلع الأخير اللي هو ب ج. فأنا أقدر أقول له من نظرية فيثاغورس أو من فيثاغورس على طول، ده الروعة. أقدر أقول له إن الضلع اللي اسمه ب ج بيساوي الجذر التربيعي ل25 تربيع ناقص 15 تربيع، لأن ده ضلع قائمة، تطلع لك ب20 سنتيمتر. فأنا كده وصلت لإن ب ج ب20 سنتي، فأقول له على طول إن مساحة المستطيل اللي اسمه أ ب ج د تساوي الطول في العرض، يبقى 20 في 15. معلومة يا جماعة، هنا الطول ب ج، عشان في ناس فاكرة إن الطول دايما بيبقى هو اللي الضلع اللي تحت، والعرض هو الضلع اللي هنا. لأ، الطول بيبقى الضلع الكبير، الضلع الكبير اللي هو ب ج ده 20 سنتي، والصغير أ ج ب 15 سنتي، يبقى هو ده الطول وده العرض. دايما الطول بيبقى أكبر من العرض. هنا 20 في 15 تطلع لنا ب 300 سنتيمتر مربع. مسألة في منتهى السهولة وفي منتهى. أشوفكم إن شاء الله الحصة الجاية. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة بقى، وتشير الفيديو لكل زمايلك. والسلام عليكم دول بعد كده شوف الحل.